يا بنات دايما بسمع ان اليوم اللي اقل من 1500 سعر حراري بيخسس، بس هل ده صحيح؟ وهل جسمك هيستحمل؟ النهارده قررت اعمل يوم كامل باكل متوازن وضمن حدود ال 1500 سعر، وبالظبط حسب توصيات وزارة الزراعة الأمريكية. وهنشوف في آخر اليوم جسمي قال إيه. يلا بينا نبدأ. الفطار بدأت يومي بحاجة تشبع وتدي طاقة. عملت شوفان بالمية ومعاه معلقة صغيرة عسل وربع موزة. طبق الشوفان هنا فيه حوالي 320 سعر، ولو بصينا في توزيع السعرات حسب اليو اس دي اي اللي هي وزارة الزراعة الأمريكية، فهم بيقولوا إن الجسم محتاج من 45 ل 65% كربوهيدرات، ومن 10% ل 35% بروتين، ومن 20 ل 35% دهون. والشوفان على قد ما هو بسيط بس بيدي ألياف كتير. واليو اس دي اي بتوصي ب 14 جرام الياف لكل 1000 سعر، يعني في يوم زي بتاعنا المفروض نجيب حوالي 21 جرام الياف، والشوفان بيساعد قوي في ده. ونيجي بقى للسناك اللي قبل الغدا. بعد ساعتين حسيت بجوع بسيط. كلت تفاحة متوسطة حوالي 80 سعر. فكرة السناك الخفيف دي مهمة جدا علشان تثبتي السكر في الدم وما توصليش في الغدا وانتي جعانة جدا. والغدا كان متوازن جدا حسب توصيات يو اس دي اي. عملت 150 جرام صدور فراخ مشوية، يعني حوالي 250 سعر. ال 150 جرام قد كف اليد مفتوحة. ومعاهم نص كوباية رز أبيض حوالي 130 سعر، وطبق سلطة كبيرة حوالي 50 سعر. إجمالي الغدا حوالي من 420 ل 430 سعر حراري. وهنا أحب أقولك إن البروتين عنصر مهم جدا. اليو اس دي اي بتقول إن احتياجك اليومي من البروتين بيكون من 10% ل 35% من سعراتك، وده اللي بيخليكي شبعانة فترة طويلة. شربت نسكافيه بسكر دايت ومعاه بار بروتين صغير حوالي 120 سعر، وده ساعدني اتفادى الجوع اللي بيجي بين العصر والمغرب. والعشاء كان بسيط وخفيف، عبارة عن 2 بيضة مسلوقة حوالي 140 سعر حراري، وخيار ومعلقة جبنة قريش صغيرة حوالي 40 سعر. الوجبة كلها حوالي من 180 ل 200 سعر حراري. ومعاهم 2 بطاطا مشوية متوسطة حوالي من 200 ل 240 سعر حراري. يعني اليوم طلع كله 1000 وحوالي 1400 سعر حراري، يعني جوه حدود ال 1500 سعر زي ما اليو اس دي اي بتوصي لوجبات انقاص الوزن بشكل صحي. في اخر اليوم حسيت بايه؟ هقولك مفيش جوع جامد، عندي طاقة ثابتة، مفيش صداع ولا هبوط، ونفسيتي كانت هادية. ليه؟ لان اليوم كان متوازن حسب توصيات اليو اس دي اي. مفيش حرمان، وزعنا بروتين ونشويات ودهون صحية والياف، وده اللي بيخلي جسمك يشتغل من غير ما ينهار. لو عايزة تخسي ما تلعبيش على رقم السعرات بس. اليو اس دي اي بتقول ان جودة الاكل اهم من عدده. ركزي على التوازن والالياف والبروتين وهتشوفي فرق كبير خلال اسبوعين. ولو حابين اعمل يوم كامل ب 1200 سعر او يوم من غير نشويات اكتبولي في التعليقات. ولو الفيديو فادك اعمليلي لايك واشتركي عشان نكمل الرحلة سوا. واستنى الفيديوهات الجاية. سلام.